يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض كما الآية قالت، صدق الله تعالى. ولكن ما في نبي ما حذرنا من يأجوج ومأجوج، كل الأنبياء حذرون وكل الرسل حذرون من يأجوج ومأجوج. وهي نهاية الزمان عندما تدمر المباني وتدمر المجمعات والعمارات وتشوفون الأبراج تهدم وينتشر الفتنة والفساد في كل الأرض. يبدأ خروجهم ذي القرنين، دفنهم ردم يأجوج ومأجوج، لأنهم شعب مخطورين يأكلون الأخضر واليابس. يقول جباههم عريضة وعيونهم صغار، ولا يرحمون أحد ولا يتركون أحد إلا ما حطوا خطوة في أي بلد إلا أفسدوا فيها. وتكون هناك تحذيرات كثيرة ورعب كثير، ولكن المنتجين الأجانب الأمريكيين بالأخص هم اجتمعوا وخذوا هذه المعلومات من بعض العلماء والمثقفين واللي يبحثون في هذا الشأن، جمعوا من المعلومات وقالوا هذا نهاية العالم. ليش ما نسوي مثل عمل فيلم، نعرض فيلم كأن نسبق الأحداث وكيف يصبح الناس في هذا الوقت والأوقات وشلون يحتمون وشلون راح تصير العالم. وهذه بروفات، مجرد بروفات. طبعا أضخم إنتاج عالمي في فيلم يأجوج ومأجوج عن قريب راح يعرض أو قاعد يشتغلون فيه حسب المعلومات اللي انتشرت في التواصل الأخبارية والتواصل الاجتماعي والأخبارية. فهذا تشوفون لقطات بسيطة من فكرة يأجوج ومأجوج، منتجين أمريكيين، أضخم عمل إنتاج في العالم كله، وتشوفون الأحداث شيء مرعب، شيء مو طبيعي، شيء خيال. اللهم حسن الخاتمة، والله لا نشوفهم بعد قدامه يأكلونا في هذا الشعب. فالصعب يأجوج ومأجوج، وقالوا تحت السور الصين، وقالوا